السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيوس بديعة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير كلاص منزلي بحجم عائلي بمكونات بسيطة. غادي ندوزو الان المرحلة الاولى. غادي نحضروا النوغا ديال اللوز اللي غادي نحتاجو فيها كاس ديال اللوز، كمية من السكر سنيدة. غادي ناخذ واحد المقله نديرو فيها سكر سنيده. غادي نشعلو عليه العافيه مهيله. غادي نتسناو سنيده حتى تذوب. من بعد غادي نضيفو عليها اللوز اللي كيكون محمر من قبل. كنديو هكا ونجيبوه في المقله. صافي غادي نحاولوا نلبسوه بهذيك السنيده اللي دابت. انا هنا فضلت ما نغلفوش بسنيده بزاف، يعني باش يبقى اللوز باين، ماشي بحال اللي كتباع في الزنقه كيكون غالب عليها المذاق ديال الحلاوه. صافي غادي نديرو فوق ورق الطبخ. غادي نحاولوا نقادو السطح ديالو بهذه الطريقه. صافي وغادي نخليوه حتى يبرد، ما كياخذش معنا وقت طويل. صافي كيف ما شفتوا كيتهز بسهوله ملي كنكون واضعين تحت منه ورق الطبخ، وحتى في التهراس ديالو كيجينا ساهل، يعني حيت كنكونوا ما مكثرينش فيه سكر سنيده بزاف. صافي غادي نهرسو هكا شويه طريفات بيدينا. من بعد غادي نطحنوه شويه في الخلاط. عندكم الاختيار، يا اما تطحنوه ولا تخليوه كيف هرستوه بيديكم، على حسب واش بغيتو الطريفات كبار بزاف ولا صغار. بالنسبه للكلاص غادي نحتاجو ليه المستحضر ديال الكلاص اللي يكون جاهز، نصف لتر من الحليب. هنا كانت عندي واحد شويه النوغا ديال الكركاع مع النوغا ديال اللوز اللي حضرت معاكم. وغادي نحتاجو حبيبات من الشكلاط اللي كيكونوا ديال الكوكيز. هنا الحليب كنت واضعاه في المجمد، هو المستحضر ديال الكلاص. هاد الكلاص اللي غنحضر معاكم اللي بالنكهه ديال الفاني، يعني كنت واضعاهم بجوج في المجمد مع الاناء والادوات ديال الطراب باش دغيا كيطلع لينا هاد الكلاص. صافي غادي نخدمو مزيان بالخلاط الكهربائي. دغيا كيطلع مع كيكونوا جميع المكونات في المجمد، يعني ما كياخذش معنا وقت طويل. غادي نضيفو لي بيبي ديال الشكلاط، هذا اللي كنحضروا به كوكيز. ومن بعد غادي نضيفو النوغا ديال اللوز وحتى النوغا ديال الكركاع. تقدروا تزيدوا اي حاجه كتفضلوا، بسكوي مهرمش ولا عندكم الاختيار. انا كنخلي هكا طريفات يكونوا باينين. صافي من بعد غادي ناخذ واحد الاطار اللي وضعت فيه البلاستيك الغذائي. صافي غادي نخويو فيه هاد الكميه اللي حصلنا عليها. غادي نقادو ليه الوجه مزيان وغادي نخليوه في المجمد. من الاحسن انه يبات ليله كامله كيكون تماسك اكثر. من بعد ما دازت ليله كامله هنا غادي نحتاجو واحد شويه ديال البسكوي اللي غادي نزينو به الجوانب. وغادي نحتاجو ايضا الكراميل. تقدروا تخدموا بهذا الجاهز او تكونوا محضرينه من قبل. صافي غادي نفرتو بيدينا فقط بهذا الشكل. غادي نزينو به الجوانب فقط. تقدروا تخليو شويه ديال النوغا بحال اللي درنا في الوسط، يعني هي اللي تزينوا بها الجوانب. صافي هنا من بعد ما جبدنا الكلاص من المجمد غادي نحيدو البلاستيك.
غادي ناخدو واحد الموس اللي غادي ندوزوه من الجوانب، او تقدروا تستعملوا حتى شي فوطه سخونه ودوزوها من خارج الاطار من الجوانب، حتى هي كتساعد على ان تغير كلاص يدي مولا لينا. صافي هنا حطيته في واحد الطبسيل وزينته بهذوك القطع من الوسط ديال الكلاص، وغادي نبداو نزينو في الجوانب بهذه الطريقه. كلاص ساهل بمكونات بسيطه. تقدروا تستغناو على النوغا الا ما كانش عندكم اللوز والكركاع، او تخدموا بالنوغا ديال الكاوكاو، او كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا حتى البسكوي يكون مهرمش، تخليو طريفات غلاض ما يكونوش رقاق بزاف. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الدائره ديال الكلاص، ومن بعد غادي ندير خطوط عشوائيه بالكراميل كيف ما كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معكم اليوم. كلاص بحجم عائلي اللي كيجي لذيذ بزاف، الكميه راه كتكون لا باس بها. كيف كنقول دائما كنتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. بالنسبه للان غادي نشوفوا الشكل ديالو من الوسط كيفاش كيجي. غادي نمسحوا الموس باش يبقى مفيني مزيان من الفوق. كلاص اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي عامر من الوسط بهذيك النوغا اللي خدمنا بها، او كيف قلت لكم تقدروا تعوضوها حتى بالبسكوي. وهذا هو الشكل ديالو من الداخل كيف ما كتشوفوا كيجي عامر. الا كنتو من الزوار الجدد وعجبكم محتوى القناه، اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهاية الفيديو، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.